السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي طلاب الحلوين، طلاب تالتة إعدادي. معاكم مس رندا حسن. النهارده إن شاء الله هنكمل مع بعض حل مسائل على درس خصائص التيار الكهربي. النهارده الجزء الثاني. الجزء الأول إحنا حلينا فيه على قانون شدة التيار الكهربي بيساوي كمية الكهربية بالكولوم على الزمن بالثانية. النهارده إن شاء الله هنحل مسائل فرق الجهد. قانون فرق الجهد بيقول لي فرق الجهد بيساوي الشغل المبذول على كمية الكهربية. الشغل طبعا وحدة قياسه الجول، وكمية الكهربية بالكولوم، وفرق الجهد بالفولت. يلا حضر ورقة وقلم وابدأ حل معايا، ولو ليك أي سؤال سيبهولي في كومنت وأنا هرد عليك. واللي أول مرة يشوفنا ياريت يشترك في القناة، كمان شجعوني باللايك والشير. يلا بينا نحل مع بعض المسائل. تعالوا نفتكر تاني مع بعض قانون فرق الجهد الكهربي. فرق الجهد الكهربي بيساوي الشغل المبذول على كمية الكهربائية. وحدة قياس فرق الجهد الكهربي الفولت، الشغل المبذول وحدة قياسه الجول، وكمية الكهربائية وحدة قياسها الكولوم. يبقى أنا بعمل المثلث ده وأنا بحل المسائل بتاعتي. فرق الجهد الكهربي بيساوي ش غ اللي هي الشغل على كمية الكهربائية. لو عايز فرق الجهد بقسم الشغل على كمية الكهربائية. طب لو عايز كمية الكهربائية بقسم الشغل على فرق الجهد. طب لو عايز الشغل المبذول يبقى هضرب فرق الجهد في كمية الكهربائية. تعالوا نشوف مع بعض أول سؤال. الفيديو اللي قبل ده احنا حلينا مسائل على شدة التيار الكهربي، والنهارده زي ما قلنا هنحل المسائل على فرق الجهد الكهربي. فاللي ما شافش الفيديو اللي فات يا ريت يرجع له تاني، ويا ربنا يوفقكم عشان تقدروا تحلوا كل المسائل على خصائص التيار الكهربي. تعالوا نشوف مع بعض. احسب فرق الجهد الكهربي. يبقى فرق الجهد يعني عايز ج بين نقطتين إذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كهربائية مقدارها 200 كولوم. ال 200 كولوم ده هل هو شغل ولا كمية كهربائية؟ طبعا هي كمية كهربائية. ليه يا مس؟ لأن كولوم وحدة قياس كمية الكهربائية، يبقى إذا كاف بتساوي 200 كولوم. يبقى 22000 جول دي إيه؟ ده الشغل. 22000 جول. طبعا 3 اصفار 22000. تعالوا نشوف مع بعض المسألة دي على أنهي قانون؟ على فرق الجهد. يبقى بكتب القانون فرق الجهد الكهربي. يبقى فرق الجهد الكهربي بتساوي الشغل المبذول على كمية الكهربائية. وعامل المثلث عندي ج بتساوي ش غ على ك. يبقى إذا ج هتساوي الشغل عندي كام؟ قال 22000. طيب كمية الكهربائية كام؟ قال لي 200 كولوم. يبقى طاير الصفرين مع الصفرين يبقى يساوي 110. وحدة قياس فرق الجهد هو الايه؟ الفولت. يبقى 110 فولت. مسألة سهلة جدا وبسيطة زي ما قلت لكم. عشان تقدروا تحلوا المسائل لازم تكونوا حافظين القوانين وعارفين وحدات القياس. تعالوا نشوف مع بعض المسألة دي. إذا كان فرق الجهد بين طرفي موصل يساوي 3 فولت. فولت يبقى فرق جهد، يبقى ج بيساوي 3 فولت. احسب مقدار الشغل، يعني عايز ش غ المبذول لنقل شحنة كهربائية مقدارها 5 كولوم بين طرفيه. يبقى ك بيساوي 5 كولوم. طبعا وحدات القياس مظبوطة. فرق الجهد بالفولت وكمية الكهربية بالكولوم، يبقى إذا هجيب له الشغل بالإيه؟ بالجول. تعالوا نسأل نفسنا المسألة دي على أنهي قانون؟ على قانون فرق الجهد الكهربي. يبقى أكتب القانون كامل الأول عشان آخد درجتي كاملة. أكتب كده فرق الجهد الكهربي هتساوي الشغل المبذول على كمية الكهربية. وعامل المثلث بتاعي ج بتساوي ش غ على ك. أسأل نفسي هو عايز إيه؟ عايز الشغل. يبقى الشغل بتساوي ج اللي هو فرق الجهد في كمية الكهربائية. يبقى ش غ الشغل بتساوي ج في ك. وابدأ إن أنا أعوض.
ج عندي بكام؟ قال لي 3 فولت. في كمية الكهربائية كام؟ قال لي 5 كولوم، يبقى تساوي 15. وحدة قياس الشغل جول، يبقى 15 جول. تعالوا نشوف مع بعض آخر مسألة عندنا. إذا كان فرق الجهد بين طرفي موصل كهربي 15 فولت، يبقى ج بتساوي 15 فولت. احسب كمية الكهربائية المنقولة، يعني عايز كاف كمية الكهربائية بالكولوم قد إيه؟ عندما يبذل هذا المصدر الكهربي شغل مقداره 510 جول، لما يكون ش غ بيساوي 510 جول. طبعا وحدات القياس مظبوطة، فهسأل نفسي ايه القانون اللي بحل بيه المسألة دي؟ هل شدة التيار الكهربي ولا المقاومة الكهربائية ولا فرق الجهد؟ طبعا المسألة دي على فرق الجهد الكهربي، يبقى هكتب القانون الأصلي بتاعي. فرق الجهد الكهربي بتساوي الشغل المبذول على كمية الكهربية، واعمل المثلث بتاعي. ج بتساوي ش غ على ك اللي هي كمية الكهربائية. أبدأ أسأل نفسي أنا عايز إيه؟ عايز كمية الكهربائية، يبقى بتساوي الشغل المبذول على فرق الجهد، يبقى ك بتساوي ش غ على ج. ش غ عندي كام؟ 510. طب ج كام؟ 15. هحسبها على الآلة الحاسبة، هيطلع لي 34 كولوم. برضو مسألة سهلة جدا وبسيطة. لو عندكم أي مشاكل في المسائل أو في أي درس سيبولي سؤال في الكومنتس وأنا هرد عليكم، وربنا يوفقكم إن شاء الله. متشكرة ليكم ولمتابعتكم، وما تنسونيش باللايك والشير عشان تشجعوني على الاستمرار. وكانت معكم مس رندا حسن، مع السلامة. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هحل مسائل على المقاومة الكهربائية وقانون أوم. هعرف يعني إيه مقاومة كهربائية، وهعرف دايرة قانون أوم، وهعرف إزاي أعرف أحل المسائل اللي عليه. ويا ريت اللي ما شافش الفيديو اللي فات يتفرج عليه، عشان ده كان على شدة التيار الكهربي، وبكده تكون حليت كل المسائل على الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي.